اليوم بنستكشف معكم أصحاب الدبابات، وخاصة شباب دبابات سوزوكي. تذكروا أيام الثانوية لما تلقى في درس الرياضيات ولد نايم، أو يسوي نفسه نايم، أو يسوي نفسه ناس الكتاب أو ناس الدفتر حق الواجبات، ويسوي نفسه مجنون، ما يعرف في الرياضيات ولا يعرف في العلوم ولا يعرف في الجغرافيا، مرة مسوي نفسه مجنون، دائما إنه نايم، دائما إنه ما بده يتعلم. سبحان الله لما يكبر ويشتري دبابة سوزوكي، دبابة الريس طبعا، سبحان الله كل الرياضيات تدخل في دماغه، يقول لك لا 3 كيلو تفرق معايا وزن، خفف وزن، شوف هذا وزنه 14 كيلو صار وزنه 7 كيلو، صار ما شاء الله تبارك الله شاطر في الرياضيات، صار شاطر، تلقاه ما شاء الله تبارك الله الار بي ام حقه حق الدباب يعشق على 15 حكم، 14 ونص، 14 و800، صار شاطر ما شاء الله تبارك الله. كذا فجأة نزل له الوحي، صار ما شاء الله تبارك الله في الرياضيات وفي العلوم وفي الجغرافيا، حتى في الجغرافيا في المطبات عارف المطبات اللي في البلد فين مكانها، حتى ما شاء الله تبارك الله الجي بي اس حقه يشتغل. سبحان الله بقدرة قادر الولد صار شاطر، بس خليه ياخذ الدباب.